وهذا الشعب بقول لهم معا وسويا حتى يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس. 5 سنوات مضت على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، ولا يزال الفلسطينيون يجهلون سبب وفاة قائدهم. أبو عمار توفي في 11 من نوفمبر عام 2004 عن 75 عاما، بعدما قضى 3 أعوام تحت الحصار الإسرائيلي في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله. أطباء عرب من الأردن ومصر وتونس توافدوا إلى مقر عرفات آنذاك فور إصابته بالمرض، حيث اعتقد في البداية أن الرئيس الفلسطيني مصاب بسرطان الدم، إلا أن الفحوصات المخبرية التي أجريت له لم تثبت ذلك. وبسبب عدم مقدرة الأطباء على تشخيص مرضه، تدخلت جهات دولية وعربية لنقله إلى فرنسا، فتم ذلك، إلا أن الفحوصات الفرنسية لم تأتي بجديد، ورحل أبو عمار وسط غموض لا زال يكتنف وفاته لغاية الآن. إحياء للذكرى الخامسة، يرتب الفلسطينيون مهرجانا ضخما ينظم بالقرب من ضريح الزعيم الراحل في مقر المقاطعة، لكن حركة فتح اتهمت حركة حماس باحتجاز العشرات من أعضائها لمنعهم من إحياء الذكرى. مسؤولو فتح قالوا إن قوات حماس الأمنية شنت موجة من الاعتقال في قطاع غزة، شملت 2 من الشخصيات البارزة في فتح، هما محمد النحال وجمال عبيد. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة نفى الاتهامات، ووصفها بأنها الاتهامات المعتادة التي توجهها فتح للتغطية على اعتقالاتها المستمرة لرجال حماس في الضفة الغربية. اتهامات هنا وأخرى هناك تتزامن مع إحياء الذكرى الخامسة لرحيل أبو عمار، مناسبة يأمل من خلالها الشعب الفلسطيني أن تكون ذكرى لبداية جديدة وإنهاء الانقسام الداخلي، إلا أن حال الأشقاء لا يسر صديق. يمن شواف، الاقتصادية.